أهلا بيكم في تشام زون. تشام زون هي زون سبيشال للرياضيين عشان يفتحوا لنا فيها قلبهم ويكلمونا فيها عن نفسهم، أحلامهم وطموحاتهم، أيامهم الحلوة واللي مش ولا بد، وأي حاجة عايزين يرغوا فيها إحنا معاهم. عشان الرياضي مش ميداليات وبس، الرياضي حاجات تانية كتير قوي هنعرفها كلها واحدة واحدة. فلو أنت من محبين الرياضة اتأكد إن الزون دي ليك. وتعالى بقى نتكلم عن يومهم عامل ازاي، بيتمرنوا بقى كام ساعة، نظامهم الغذائي، ماشيين على ايه، مش ماشيين على ايه. انا بهزر معاك، خش لي يا ابني بالضيف. النهارده معايا مدرب كبير قوي، عمل نتائج خطيرة في منتخب التايكوندو، وعمل نتائج قبل ما يبقى مدرب كلاعب. خلونا النهارده نعرف مع بعض قصة كابتن محمد مجدي، مدرب منتخب مصر في أولمبياد طوكيو ولاعب التايكوندو الأصغر. كابتن زي حضرتك؟ اهلا بك. أخبار حضرتك انت ايه؟ ربنا يخليك. منور الدنيا يا كابتن. والله انا منور بيك. يعني انا طبعا سعيده لان احنا ده شرف ليا ده إنك شرف تقعد ليا يا معايا كابتن، طبعا. اكيد. يعني احنا علاقتنا ببعض من ايام الرياضه. يعني أيوة. انا كاراتيه وحضرتك تايكوندو، ده بس حقيقي. يعني دايما كنا بنتجمع في المركز الاولمبي وبنتقابل في المركز الاولمبي. فيعني لما قالوا لي ان الحلقه النهارده مع كابتن محمد مجدي قلت لهم بس ربنا يستر. هي دي الحلقه التمام. بس ربنا هي دي الحلقه يستر. التمام. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كده. طيب احنا برنامجنا اسمه تشام زون، فاحنا اول زون بنتكلم عليها احنا مسمينها زون التسخين. هنعرف كده من حضرتك شويه فعلا. حابين نعرف منك ايه هي التشامب زون بتاعتك، ايه اكتر زون انت بترتاح فيها نفسيا؟ في الرياضه انا بحب الماتشات الصعبه، يعني جوه الملعب في الماتشات الصعبه. يعني راحتك النفسيه جوه الماتشات الصعبه. مبسوط جدا. اوكي، يعني مش ستريس، ما بتبقاش ستريس بالنسبه لك، لا. تبقى مبسوط جوه الماتشات جداً. الصعبه. اوكي، لا احنا هنيجي كده كده الموضوع ده آه. هنعرفه قدام. طيب حضرتك بره الرياضه مع بنتي. مع بنت حضرتك. اوكي، بنت حضرتك عندها كام سنه؟ اخر سنه ده بقى 3 سنين. يا روح قلبي، دي لسه صغننه خالص. انا متجوز زي الرياضه خدتني. قلت الحق بقى ما هي قبل ما اللي اخلص. بيخش بيغرز رجله جوه ما دي حقيقة. بيخرجش دي منها. حقيقه والله. ما حسيتش بالوقت فعلا. مره واحده لقيت نفسك اللي هو بعد لا، الاولمبياد لا قلت مفيش وقت بقى، يلا بينا لا لا الحق اي حاجه. ربنا. طب اسمها ايه يا كابتن؟ الينا. الينا. ما شاء الله. طب ناوي تلعبها تايكوندو ولا؟ ان شاء الله لا، بس هي المشكله مامتها بطله اسيا في التايكوندو اوكي، ده العيله بقى كلها. ربنا يستر. اوكي، بس دايما بلاحظ ان اللي لاعب لعبه مش بيبقى حابب يلعب ولاده نفس اللعبه. يعني انا بقول كده، انا برضو قلنا مش هلاعب ولادي كرة. بص احنا بنقول، بس خلي بالك برضو احنا الدم بيحن كلام. الدم بيحن. اعتقد طبعا هتلعب، لكن هو ذكاء مننا كرياضيين ان احنا اولا ننقي للناس اللي يخصونا قوي بالذات. اولا لعبه ناجحه في مصر، فالتايكوندو من الالعاب الناجحه في مصر، فليه لا؟ لكن هي تالنت ولا لا، ده اللي هنشوفه. ما تقدريش طبعا يعني تحددي دلوقتي. انت حضرتك شايف ان اللي بيميز لاعب من لاعب حته التالنت دي اللي بتفرق؟ تالنت وتربيه تدريبيه. تربيه تدريبيه. كويس، عشان احنا يعني كنت هتكلم مع حضرتك في التوبيك ده قدام طبعا. بس هو لازم يكون موهوب. يعني لحد هو مش موهوب بس يشتغل على نفسه. مش موهوب وبيشتغل على نفسه، بيوصل لمكان ويقف فيه شويه كتير. لكن لو تالنت بيسهل لك الموضوع شويه، بيتحرك زائد أكتر. دلوقتي المقاييس، يعني كل ما القوانين بتتغير بتاعت الالعاب عامه، كل ما طريقه التدريب والقياسات بتاعت اللعيبه بتتغير. فدلوقتي قياسات رقم 2 ورقم 1 التالنت. اهم حاجه طبعا منهم كلهم المجهود. من غير مجهود حتى لو عندك دوت هتقف برضه عندك، مش هتعديه اعتقد. طيب حضرتك معروف في الرياضه باسم فرافير. يعني ما اعرفش، يعني مش عارف. احنا عارفين كابتن محمد مجدي فرافيرو. محدش عارف محمد مجدي، ما عارف عارفين اكتر يعني فرافيرو. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك، انا داخله النهارده بقول لهم يا جماعه معلش بس عشان احنا في حلقه، فانا عايز اعرف الاسم الاساسي ايه. يعني انا عارفه كابتن فرافيرو، واحنا كنا بنتكلم نقول كابتن فرافيرو، فحتى سالته ناس كتير ما تعرفش محمد مجدي. انا ما كنتش اعرفه بصراحه. يعني انا عارفه ان فيها مجدي، بس ايه قبل مجدي او مجدي ايه ما كنتش عارفه الموضوع ده. بس عارفه هيجي اسم فرافيرو، فعايزين نعرف الاسم جه منين. الكابتن بتاعي كابتن سعيد حسين مدربي. يعني انا كنت سريع وبحب اعمل حاجات صعبه، يعني بطير كتير وانا بضرب. بس من ساعتها يقول لي ولا انت عامل زي فرافيرو. فرافيرو كرتون شخصيه تقريبا. لا فؤاد المهندس، فاكره فيلم من فؤاد المهندس؟ اوكي. يقولوا فرافيرو دي الف ودانه كده ويطير. عشان كده. طيب كابتن،
في ناس كتير ما تعرفش لعبة التايكوندو، او في حاجات كتير ناس ما تعرفهاش عن التايكوندو. فلو في معلومة معينة حضرتك حابب ان الناس تبقى عارفاها عن لعبة التايكوندو، تبقى ايه هي المعلومة دي؟ اولا طبعا هي لعبه قتاليه، لكن هي رقم واحد يعني ذكاء، عاوزه ذكاء اكتر من ان احنا نعور بعض. دلوقتي في حاجات سنسورز كتير بتتلبس دلوقتي عشان يقللوا دخول الحكام في الموضوع بتاع النقط، عشان يبقى فير اكتر. ف هو حاجه بتتلبس في الرجل، السوكس اللي هو الشراب والهوجو والهجارد. المكان ده هيلمس المكان ده او المكان ده يعلم على البورد، فهو مش محتاج ضرب ولا محتاج اسامي ضربات. هو حاجه بتلمس في حاجه تعلم على البورد، ده نكس. مش محتاجه ضرب ولا محتاجه عنف. الاول كانت محتاجه عنف من غير الادوات دي، لكن دلوقتي لا، هي حاجه تلمس في حاجه البورد يعلمها نكس. يعني حضرتك عايز توصل للناس ان التايكوندو من الالعاب القتاليه الغير عنيفه، او فيها عنف عنيفة بنسبه لكن كبيرة زي ما المخ احنا في الملعب رقم واحد طبعا. طب حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم على موضوع السنسورز، هل حضرتك شايف ان دخول السنسورز جوه اللعبه بوظ من شكل الضربات؟ مش هي اللي بوظت من شكل الضربات، اكتر من القانون هو اللي بوظ حاجات كتير. يعني التايكوندو لعبه هي اشيك من كده بكتير، شكلها احلى للمتفرج بكتير، لكن المكسب والخساره ده موضوع تاني. يعني انت بتلعبي كومبيتيشن، الكومبيتيشن ده موضوع حد هيكسب وحد هيخسر. فانا نازل بتمرن طول السنه عشان اكسب، فانا هكسب بطريقه اكتر حاجه اقدر اعملها سيفتي. صح؟ اوكي. فالحاجات اللي مش سيفتي، الحاجات دي حاجات صعبه وشكلها اشيك، فوقفت شويه. زي الحاجات اللفه ال 360 والبتولو ساندا ولفه والاتنينات والتلاته الدبلات والحاجات دي، كل دي قلت بسبب ان السيفتي بتاعها مش عالي. يعني السيفتي بتاعها قليل برغم ان انتوا لابسين لا، لابسين السيفتي في المكسب والخساره. اوكي، في المكسب والخساره مش على الفنون الاستراتيجي اصلا. اوكي. اوكي، فده اللي قال ان انتوا تستخدموا الحاجات دي، يعني بتحسوا ان انتوا هيخش بوينتس في اللاعب بتاعك، يعني ممكن يغامر فيخش فيه بوينتس. اوكي. يعني هو ده اللي بوظ شكل اللعبه شويه، مش بوظ شكل اللعبه، بس قلل من شياكه اللعبه. اوكي. مهاره اللعبه. ده بالعكس، ده في بطولتين اتعملوا قريب، المانيا وكازاخستان اعتقد، عملوا فيها قانون جديد. احنا اللفه عندنا في الهوجو كان ب4 نقط، وفي الدماغ 5 نقط. دلوقتي مفيش هيحسبوا نقط زياده، فتحت باربعه سوري، تحت ب2 وفوق ب3. فانا هلف ليه بدل اللي قدام زي الحركه اللي شكلها احلى؟ هلف ليه؟ يعني بسهل. لا انا افضل في وشك شايفك انا تمام بدل ما حاجه تخش فيا انا نفسي بكسر، بدل وانا بلف الاقي حاجه في بقي، حبيت اتمنظر هوب لقيت نفسي لابس حاجه بالظبط، تقعد جنب كابتنك. طب كنت حضرتك قبل ما تبقى مدرب كنت لاعب، بدات اللعبه ايه وليه؟ 16 سنه. 16 سنه وده عمر كبير صح؟ يعني لكن انا كنت بحبه وموهوب شويه في يعني حبيتها وكنت كويس بسرعه. يعني اعتقد اول بطوله لعبتها عملت اول جمهوريه 16 سنه. تاني بطوله خسرت اول ماتش، اتضربت علقه حلوه عشان كان ما بين البطوله دي والبطوله دي اسبوع، ودي 16 ودي تحت 18. فانا كنت بخسس، فكنت بروح البطوله التانيه دي تعبان، فكنت بتضرب بسرعه الحمد لله. تاني واحده، لكن اول واحده كنت الحمد لله بعمل اول. لا، اول واحده بعمل اول، الثانيه اللي وراها بخسر على طول. اوكي بسرعه. اوكي. طب انت يا كابتن، يعني زي عندنا موضوع الوزن، يعني انا افتكر ان انا حضرت قصه هي دلوقتي اعتزل بس هي بطله كبيره طبعا، كابتن هدايه ملاك. هدايه في اولمبياد ريو كانت بتلعب تقريبا 58 او 57. الاولمبياد اللي بعدها لعبت 10 كيلو، كان في فرق 10 كيلو. عرفتوا تخسسوها ازاي للسبعه؟ اصل هدايه تقريبا طولي او اطول مني، فهدايه لا طويله ما تجيبش 57 دي مستحيل. فعرفتوا ازاي تنزلوها ل 57 وتحافظ على يعني على البرفورمانس بتاعها؟ ولما زادت 10 كيلو برضو عرفت ازاي تحافظ على البرفورمانس؟ اصل 10 كيلو ده فرق كبير قوي في الوزن، يعني حتى اللعيبه اللي بتلعب الوزن ده لا هم
متمرسين فيه بقى لهم سنين. هي هداية تعودة انها مثلا في الوزن الاقل بتبقى اخف واسرع، فعليت لوزن اعلى في نفس الوقت. ما ينفعش تبقى في بداية الوزن عشان ما تبقاش اخف منهم كتير فبتتضرب او هم عناف عنها، يعني على حسب ما يعني زي ده زي لا ده طبعا صح يعني. صح. فده تهندل ازاي؟ هقول لك على حاجه. اولا انا قلت لك رقم واحد التالنت بتاع اللعيب مهم جدا. رقم اتنين هديه يعني نص مصريه، طريقه تفكيرها نص مصري. رقم ثلاثة هديه مجتهده جدا، جدعه جدا، ملتزمه جدا. اللي انتي قلتيه دوت انا ما قلتش معاها في 57. كان معاها روسيندو وجولشا اللي هم موجودين دلوقتي. انا اخدتها وهي بتلعب تحت 67. 67. فبعد الاولمبياد دي هي لعبت 67. انا رحت بعديها. هداية قعدت سنة وشهرين مع كل الطاقم اعتقد اللي موجود دلوقتي. اعتقد اللي هو اول ما رحت سنة وشهرين ما عملتش ميدالية في الميزان ده. ده كلامها ليا لما كسبنا اول بطولتين لعبتهم معايا مع النادي. اوكي. رحنا عملنا ميداليتين، دهب وفضه اعتقد، مش فاكر قوي بس متهيألي دهب وفضه. لقيتها بتعيط وبتقول لي انت تعرف ان انا بقالي سنه وشهرين ما جبتش ميداليه. تبقى تقيلة، فاهمه؟ تقيلة قوي قوي على البنات. بطلت اولمبياد. طبعا بس تقيلة. لا فاهمة احساسها، فاهمة لا. احساسها طبعا طبعا. فانا انبسطت جدا ان قالت لي كده طبعا. ويعني حسيت بنفسي شويه. خرجت يا كابتن حضرتك لا غصب عليك وحدة التدريب دلوقتي يعني. ايه مصري. يعني طب حضرتك كنت شايف ان الموضوع بالنسبة لها كان نفسي ولا هي كانت محتاجة بدنيا مش تشتغل؟ نفسي، هي رقم واحد بدنيا. ممكن تكون عشان ما اظلمش حد بس ممكن تكون هي السنه ونص دي اخدت خبره كفايه وانا مخي كويس معاها في الملعب فكسبت. مش متاكد. لكن اللي انا متاكد منه هدايا فعلا زي ما انت قلتي فرق الميزان دوت كان في البطولات طبعا الجامده غير البطولات اللي انا بكلمك عليها دي. البطولات الاوبن دي حاجه والبطولات الجامده دي حاجه تانية طبعا. لكن اللي انا فاكره انا كنت مع سيف في طوكيو، كنت انا مسؤول عن سيف من الاول خالص. فكنت مركز بصراحه مع سيف اكتر. لكن انا بحب منى نديه جدا جدا وشرف ليا ان انا منى نديه. هي وانت بتمرني تبقى مبسوطه تحسي انك بتمرني ولد، فاهمه؟ ايه ده فانت تحبي الحاجات دي. يعني المدرب الكويس يحب الحاجات دي وما بتفرقش معاه بتلعب مع مين. فكنت انا فاكر كنا بعد الكورونا اعتقد كنا خلصنا التصفيات وخلاص. فبعد الكورونا قبل التصفيات كان ناس كتير قالت احنا مش هنتأهل غير بواحد. استغربت. انا الحمد لله عمري ما خدت بالي من الناس اصلا. لا انا عارفه دي فين كابتن مش بصراحه، ما شايف شاء الله بصراحة. ماشي يعني بطريقه جوه. انا اسف اهو بس انا يعني ايه. طب اركنوا انتوا على جنب. فاهمه. انا ببقى عارف انا بعمل ايه فالناس مش هتوقفني في حاجه، فاهمه؟ وكده كده المصريين هي قعده القهاوي دي هيقولوا ايه؟ ولازم لازم لازم يبقى فيها تنمية. واحنا شعب في الهري يسرع من الجري. ف كنت بقول على قبل التصفيات. فقبل التصفيات الحمد لله احنا انتهينا بالاربعه. ما كنتش انا المسؤول عنهم برضو، كان اوسكار واحد مكسيكي. وبعد كده بقيت انا مسؤول عن سيف وشويه كده وشويه كده. لكن المهم كنت انا مسؤول عن سيف بعد التصفيات. المهم كنا مسافرين. جت حصلت الكورونا تهيألي بعد التصفيات على طول حصلت الكورونا. فكان بقى في مشاكل كتير في موضوع السفر ان هم خايفين على العيال يحصل لهم حاجه. فسمعت قبل الاولمبياد بشهرين مثلا، شهر ونص شهرين، ان في معسكر في روسيا فيهم واحد رقم واحد على العالم ده بيضرب اي حد. اوكي. فكلمت انا وسيف في الموضوع دوت فقال لي كابتن طب ما تيجي نروح. انا بحب لما اللعيب يعرض عليا ابص له يعني ابقى عارف وفعليا بيتكلم بجد نروح نقف نضرب في الناس دي ولا انت بتقول عشان نسافر ولا بتقول عشان قصه نقضي. اللعيبه مش زي بعض اكيد. وزي ما بقول لك التربيه التدريبيه دي
ببقى انا قاري كل الكلام دوت، هل انت فعليا عاوز تروح تتعارك في الحته دي ولا انت بتعرضها ليه؟ فلا، حسيت انه فعليا هو حابب ان هو يروح. كان هو احتكاك هو قوي. فعليا كان متحمس قوي وكان عاوز يكسب. يعني انا كنت شايف على طول في التمرين. يعني انا فاكر لما احنا رحنا روسيا وقعدنا ولعبنا مع الولد دوت وكسبناه وعوره، يعني سيف عوره في وشه. اوكي. معايا كمان فيديوهات ليه وهو بيتعور. وكان في جبل كده، الستات الروس الكبار في السن دول لقوا سيف مره مرمي على الارض. على الارض. قالوا يا ابني انت في حاجه؟ قال لهم لا ده الكابتن بتاعي بيمال لوحده. انا عارفه مفيش تمرين حاجة احنا الجبل تمام دي. يا يعني. ساتر يا ساتر. فانا قبل ما اسافر مش فاكر مين جاب معسكر لهديه في انجلترا كان فيها 4 ابطال عالم واولمبياد كذا مره. دي جونز و كذا حد، 4 انا عارفهم، لورين ومش هفتكر وانا بتكلم مش هفتكر الاسامي. ف4 جامدين جدا ابطال عالم واولمبيين. مش عارف اقول كده ولا لا، بس انا كنت واثق ان هديه لو راحت هناك احسن من قعدها هنا. اوكي. فهديه بتقول لي كابتن عايزاك تيجي معايا. قلت لها بص يا هديه، دي عارفه انا بحبك ازاي، بس انا مسؤول من سيف من الاول، ما ينفعش اسيب. واحنا مسافرين روسيا، لو كنا قاعدين في مصر كنت ممكن اجيبه واجي. لان انا خلاص احنا قررنا نروح وانا ما اعرفش حاجه عنكم. انا كنت سايبها مع المدرب المكسيكي ده، فمش عارف ايه اللي هيحصل. فانا كنت بفكر لسيف ماليش دعوه، يعني انا ليا دعوه بشغلي وماليش دعوه بحد. فلما قالت لي كده قلت لها بس انصحك نصيحه. قالت لي قلت لها ما تقعديش في مصر، روحي اقعدي هناك الاسبوعين. طب واخد مين؟ قلت لها خدي اسامه سعيد، عشان اوسكار مش هيسيب الاثنين التانيين، او في 2 تانيين متعلين، اللي هو عبد الرحمن بودي، دكتور بودي، ونور. دول هيلعبوا برضه، بس هما كانوا بيحبوا اوسكار قوي، فكل واحد شاف مصلحته فين يعملها. فسافرت هدايه بقى. لما تيجي تقف تلعب مع البنات دي اللي هم ابطال عالم اولمبيين وليهم كذا مره، مش مره دي كذا مره، اكيد لو انا قعدت اضرب واتضرب بس هبقى اضربك زي ما انت بتضربيني، اكيد نفسيا هدايه هتتغير. نفسيا مش تدريبيا. هتعمل نفسيا طبعا طبعا. وحياة ربنا انا هدايه شفت هدايه لعبت احسن مليون مره من الاولمبياد اللي قبليه. ريو لعبت حلو جدا ولعبت ناس جامده جدا وضربته، وكانت فظيعه ما شاء الله. الله يا ربنا يبارك لها يعني. ما شاء الله. فالحمد لله سمعت الكلام وراحت ورجعت كسب. طب حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم على علاقة المدرب واللاعب، حضرتك شايف ان طول ما في كيمستري ما بين المدرب واللاعب ده بيجيب نتيجة احسن، ولا المفروض ان المدرب يتكيف على اي نوع لاعب قدامه؟ بصي، هو الاول غير دلوقتي خالص. الاول هو المدرب بيمرن كل اللعيبه. دلوقتي المدربين واللعيبه بقوا بيتذاكوا على بعض. ايوه. انا محمد شايف مصلحتي معاكي، فانا معاكي. لو في حد احسن بربع جنيه انا معاه، مصلحتي، شغلي، عنده حق. لكن انت متاكد من اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط؟ لا طبعا. صح ولا غلط؟ صح. انت بتبقى متاكده من المكان اللي انت رايحه ده صح ولا غلط؟ لا لا. لكن بيبقى واضح مين مدرب شاطر ومين مش شاطر. يعني حضرتك مؤمن ان المفروض ان اي مدرب بيتحط في اي حته لو هو مدرب شاطر بيعمل فرق؟ طبعا. يعني الموضوع مش لوحده من غير اداره طبعا. اكيد طبعا. اكيد انا بتكلم، يعني انا بتكلم على المدرب، واكيد طبعا السيستم كويس، بس الموضوع مش بيبقى واقف على ان هو عارف يعمل كيمستري مع اللعيبه ولا لا. يعني بحس ما ده انا كنت اقوله. يعني انا جربت يا كابتن لعبه فرديه، كنت بحس ان انا يعني كده انا المفروض كنت بنزل بمنتاليتي اللي هو انا اي مدرب نازله. يعني اقول لحضرتك على حاجه، انا ساعات كنت بقعد مع حضرتك باخد من حضرتك معلومه وامشي، برغم ان احنا والله يعني والله العظيم. يعني انا بقول لحضرتك اهو، انا كنت بقعد مع حضرتك من المركز الاولمبي، ممكن حضرتك تدي معلومه في وسط كلام ملهاش علاقه لا بتايكوندو ولا كاراتيه، ممكن يبقى ليها علاقه بالدماغ، بالتفكير، بالنظره. بس بحس ان في ساعات لعيبه
بتريزست بعض المدربين. طبعا. فهل يعني انا طبعا يعني ما مرنتش قبل كده، هل لو مثلا حضرتك تعرضت لموقف زي ده حضرتك بتعرف ازاي تغير الريزيستنس ده وتخلي اللعيبه يستجيبوا لك؟ هي الحمد لله ما حصلتش غير مره ممكن، والمره اتقال لي ان انا بسال مش اكتر بدون ذكر اسماء. حضرتك بتسال؟ لا، المره آه. اللي حصل فيها كده ان حد حسيت ان هو كابتن ايه التمرين ده، فلما قفشت في الكلام لا انا بسال التمرين ده انت ما تسالش، انت المفروض تتمرن وانا عارف نتيجه اللي انا بقوله ده ايه. انت مش لازم تعرف النتيجه، انت لازم تشوف النتيجه، لكن تعرف ايه النتيجه ده مش موضوعك، اقف اتمرن. بالذات ان الجمله اتقالت في وسط الناس لعيبه، فاهمه؟ فاللعيبه دلوقتي ما بتبقاش تخلي بالها من الكلام ده، لا اما تزعل مني وتروح لحد تاني. مع السلامه موضوع هي لعبه فرديه، انت شايف مصلحتك فين اعملها كل وقت، وانا شايف مصلحتي فين اعملها. طيب يا كابتن، بقيت احس ان في الفتره الاخيره في لاعب بينزل يتعامل في التمرين على انه سوبر ستار، واللي انا عايزه واللي انا شايفه هو اللي يتنفذ وهو اللي مش هيبقى كويس. يعني انا بشوف ان ده طبعا غلط، مش صح، بس وبشوف ان ده ضيع منتخبات كتير طبعا. يعني. دي وجهة نظري الشخصية، ان حقك ان انت تبقى عارف ان انت لاعب جامد عامل نتائج وكل حاجة، بس يعني دايما بدي يعني نصيحة ان انت ما تكبرش. مين اللي خلاه جامد؟ مدرب. لا، اولا ده رزق ونصيب، اكيد طبعا. فانت لو نيتك كده مش هتبقى كويس، هتيجي في حته وتقع فيها. هتقع بالظبط. يعني بشوف ان ده سبب بصراحة والله هتيجي في حته وتقع. هتقع. فحضرتك بقى لما لقيت لاعب نازل بيتعامل معاك بالمنطق ده، انا بطل وانا اقول. ما برضه خلي بالك دلوقتي، يعني دلوقتي غير قبل كده. دلوقتي ما ينفعش حد يتعامل معايا بالطريقه دي، ما احبش. ليه؟ انا مش يعني انا شايف ان انا مدرب كويس، فهديكي معلومات. المعلومات دي ايه؟ ملهاش تمن عندك؟ ملهاش تمن. هات حد بدولارات يديك يديك معلومات اقل وفي ثمن. لا بالظبط. لا يمكن تكون زياده، ممكن يمكن ينفع، ممكن والله يمكن يغلى. لا لو كده بقى يبقى ناخد دي بالدولار. اسئله تانية. هيك دي مش الاسئله اللي انا اتغفلت. خلاص يا حبيبي، هنتكلم في العموم يا جماعه بس. انا بتك على جرح يا جماعه والله يا كابتن، يعني بص انا سحبت فيشه. احكي لنا يا كابتن على اول يوم حضرتك دخلت فيه صالة المنتخب كمدرب. طبعا كنت مبسوط جدا، و يعني ما فكرتش في كتير ان ايه اللي هيحصل. ان انا فكرت في الشغل، يعني انا بحب التايكوندو وبحب الماتشات وبحب الجو بتاع البطولات، فانا يعني كنت عاوز بسرعه اطلع بطولات. تاني حاجه انا بعرف امرن بعد البطولات اكتر من قبل البطولات. بعد البطولات ببقى عارف العيال عاوزه ايه فبعمله. قبل البطولات انا بمرن على حاجات انا شايفها في الملعب في دماغي، فبحاول اوصلها للولاد ان هم يكونوا شاطرين فيها، عشان لو حصلت لهم في الملعب وانا ما لحقتهمش هم يلحقوا نفسهم. طب يا كابتن، بما ان يعني التايكوندو لعبه فرديه، اعتقد ان هي كانت شبه عندنا شويه، ان ساعات بيبقى في فروق فرديه ما بين كل لاعب. يعني بتاع حضرتك طلعت البطوله حضرتك لاحظت حاجات رجعت. في تمارين بتبقى مجمعه وفي تمارين individual بالظبط. حضرتك المفروض ان حضرتك مثلا بتشتغل مع كل لاعب على حده. ايه الحاجه اللي على الملعب بره كانت بتخلي حضرتك تفرق ما بين ده عايز ايه وده عايز ايه وده عايز ايه؟ كل ميزانين غير التاني. يعني كل ميزانين مثلا ليهم طريقه تدريب غير التاني. مش طريقه تدريب، انا اسف، لكن في شويه معلومات وشويه رياكشنات غير التاني. يعني الوزين الصغيره كلهم سرعه جدا، فالتقال مش عايزين السرعه دي، يعني عايزين قوه وشويه مواقف يلحقوا بعض فيها.
لكن الصغيرين الموازين الصغيره هم عاوزين يقفوا يضربوا بعض 6 دقايق، فلا دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين يعني. لكن هو كبار مش كده، هم كبار صحتهم على قدهم، فاحنا واقفين اللي يضحك على التاني ويروح والسلام عليكم. اوكي. فده اللي كان بيخلي تعرف تفرق بعد كل بطوله كل واحد محتاج ايه. بالظبط. طيب بالذات ان البطولات احنا بنلعب اكتر البطولات اللي كنا بنلعبها كنا بنلعب بطولات الكبيره بس اكترها ساعتها، عشان ما كانش فيه فلوس في الاتحاد، فكنا بنلعب بطولات كبيره بس. البطولات الكبيره هم 16 واحد 32 واحد بس هم اللي بيلعبوا في الميزان. اللي في بطولات 16 في بطولات 32 دول بس اللي بيلعبوا في الميزان، فانا عارف ال 32. اوكي. فاهم؟ فمن كتر البطولات قعدت مع دول شويه ودول شويه ودول شويه، فبقيت عارف كلهم اللي ممكن ما اعرفش صح ولا غلط، في ان اعرف في البطولات من الحمد لله ربنا كان بيكرمنا فصح. كان ده اللي بيبقى ناقص فبعمله. طب كابتن ايه اغرب تبرير حضرتك سمعته من لاعب عشان يهرب من التمرين؟ حاجات كتير طبعا. اغرب حاجه يعني اكيد ايه؟ بيقول لي راحت عليا نوم، انا مالي حاجه صحيح. راحت عليا نوم. انا الالارم اصل انا ساكن بعيد وانت اصلا مش بايت في المركز، فدول ما اعرفش فكروا ازاي، دول دماغهم الماظ. سلم نفسك يا طب دور على حاجه اذكى سلم من كده. نفسك يا ابني، أنت مش قاعد في المركز. لا اصل انا روحت امبارح امبارح رحت من غير ما تستأذن. طب اشتبهوا لي المده شويه. لا ما بنشتغلش لكن. طب لو كنت حضرتك ما بتمرنش تايكوندو كانت ايه اللعبه اللي هتحب تمرنها؟ هي حاجه في الكوره. اي حاجه في الكوره؟ غريب قوي يا كابتن، يعني رحت في حته بعيد خالص. يعني دايما الاقي الناس بتنقي حاجات الشاطر قريبه من اللعبه. الشاطر في الكوره في حته ده. الشاطر في الكوره في حته تانية. ده حقيقي يا كابتن. في كل حته، في كل حاجه بقى. في لعبتنا عادي. صح الفل. طيب هل في رياضي في اي لعبه تانية نفسك تجيلك الفرصه انك تمرنه؟ اي لعبه تانية. اي لعبه تانية. مصر ولا بره مصر؟ ده حضرتك عايز. اكيد اي حد في الكوره بره مصر. برضه طبعا. بالدولار برضه بيقبض بالدولار. ما اعرفش على حسب الدوله اللي هيقعد فيها. اكيد بالدولار. لا دلوقتي هو سعودي. على الخليج على الخليج. مين اكتر شخص اثر في حياتك الرياضيه والشخصيه؟ مش فاهم. مفيش حد مأثر، انا اللي بأثر. لا مش عارف يعني مش عارف السؤال، مش فاهم قوي السؤال. يعني مثلا في حد رول موديل كان بالنسبه لحضرتك مثلا وهو اللي اثر فيك كرياضي او كمدرب؟ مش حد فرق. لا لا بص لا مش قصدي، اصل يعني اثر فيا عمل ايه يعني، لما اثر فيا انا ايه اللي حصل لي يعني لما حضرتك مثلا كنت لاعب هل مثلا والد حضرتك والدة حضرتك اثروا؟ لا بابايا الله يرحمهم الاثنين يعني. بس اول ميداليه مع منتخب مصر انا جبتها كنا في اسبانيا، اول بطوله ليا، وكانت اصلا ايديا قبلها باسبوع اتكسرت وما قلتش للمنتخب انها اتكسرت عشان اسافر. سافرت وعملت تاني اعتقد، مش عارف تاني ولا تالت. كانت اول بطوله ليا وخسرت من واحد كوري بطل عالم، خسرت 3-2. كنت راجع مبسوط قوي بالميداليه، والميداليه شكلها شيك قوي. فبابايا الله يرحمه راح يقول لي عملت ايه؟ قلت له الحمد لله بابا جبت تالت. قال لي ما جاب الغراب لامك. خش ذاكر. مش هكملك الباقي بعد ما اخلص، بس هو ده اللي ينفع يتقال دلوقتي. اللي ما دخلت عليا بمليم. لكن لا انا لعبت الرياضه عشان انا بحب الرياضه، او وانا صغير كنت اعرف ناس كتير. انا ما كنتش الرياضه خالص، تعرف ناس كتير مش كويسه يعني، فما حبيتش ان انا امشي في الطريق ده. فلما لعبت رياضه حسيت ان انا لما بركز في حاجه بنسى اللي حواليا، فبقيت شغال على طول في الرياضه، ولقيت نفسي شغال كويس ومبسوط وما حدش مضايقني ما كانش عندك رول موديل عايز تبقى زي مثلا في اللعبه وانت لاعب او في التدريب كنت حابب؟ انا بحب الحاجه اللي بعملها اكون كويس فيها. اوكي. فربنا كرمني. انت كنت رول موديل لنفسك يعني مش عارف، لكن انا لا كنت بعمل كده عشان انا ببقى حابب ومبسوط بكده. اوكي.
لكن ما فكرتش مين نفسي ابقى زي مين، ما فكرش فيها قبل كده. لا اوكي. قصدي كده صح؟ اه لا ما فكرش فيها قبل كده. اوكي. 50 ثانية وتبقى بطل اولمبي. يلا. يلا. دي على طول في بقي على فكره، بس هي اتشهرت عشان كان في كاميرات كان كتير. في كاميرات كتير. حتى في كام لقطه كده انا شتمت فيهم، ف دكتور حسن كمان راح زجتني كده، الملعب مليان كاميرات، تقولش بقى لي ربع ساعه بشتم. طبعا يا جاسر احنا كلنا شفنا اللقطة دي وطبعا طلع عليها كوميكس كتير وطلع عليها ضحك كتير، بس يعني خليني اقول لك ان انا شفت، انا فاكره كويس قوي، انا شفت اللقطه دي وشفت ماتش سيف. كنت ساعتها في العين السخنه، كنا عندنا معسكر او كان معسكر وكنا واخدين يوم اوف، وكنت في جلسه منتب وسمعنا ان سيف بيلعب وسيف بيلعب على ميداليه، فشغلت الماتش. جسمي عشان انت تتكلمي انا بقى. انا جايه لك بقى، اذا كنا جسمي اشعر وانا عيطت. يعني انا والله العظيم انا فاكره ان اللحظه اللي سيف اترمى فيها على ظهره بعد الميداليه، انا اخدت الموبايل وقعدت اعيط، وانا عايزه واحده انا كمان من دي، لان أنا قعدت الكاراتيه أعيط. كان ايوه لا. انا سيف في ماتش قال لي وانا جايب ابن اختي معايا ولا ايه؟ احساس حضرتك يعني احنا شفنا قد ايه حرصك على الميداليه وحرصك على اللاعب بتاعك وحرصك على النتيجه، بس احنا عايزين نسمع منك انت احساسك كان عامل ازاي. بصي، اولا الميداليه اعتقد الوحيده اللي اتعملت كانت تامر صلاح اعتقد. تايكوندو. في تايكوندو اه اعتقد برضو. ف يعني هكون مبسوط طبعا وفخور بان انا ابقى تاني ميداليه في تايكوندو في مصر. في الرجال. في الرجاله كانت لا، ساعتها مصر. هدايا جابت في ريو. ايوه صح هدايا جابت في ريو، صح. فجبت يبقى التالت الرجال. ماشي، يبقى التالتة. التالت. فتلاتة من الارقام بتاعت اللي بيلعبوا الرياضه دي حاجه طبعا ضخمه. طبعا. فاهمه؟ طبعا. تاني حاجه، كنت على طول وانا بتفرج وانا صغير على المباريات عامه، مش تايكوندو بس، اي حاجه. انا اصحابي كلهم بتوع كاراتيه على فكره، كل اصحابي اللي انت عارفاهم وابطال العالم بتوع كاراتيه، اشرف مجاوري وعادل حمدي وعماد الرايق، كل دول صحابي جدا. كانوا بييجوا يتمرنوا معايا تايكوندو عشان رجليهم. فكنت كل ما بفكر او بتفرج على الحاجات دي كلها، كل الكومنتس اللي بتتقال على كل اللعيبه بالذات لما يجي يخسروا، يقول لك اللاعب المصري مستهتر، اللاعب المصري ما بيفكرش في اخر، ما بيركزش في اخر 10 و15 و20 ثانيه. حاجات كتير سلبيه مش صح، مش ده الصح. احنا كعرب، مش عارف صح ولا غلط بس انا ترجمتها كده، احنا كعرب عامه بحس ان احنا بنفكر في اللي بعده قبل ما تخلص اللي معاك. بتفكر في اللي جاي، في اللي جاي الماتش اللي بعده، انت اصلا لسه ما عدتش الماتش ده. لا ده ماتش كمان ميداليه خلاص. خلاص انت داخله لازم تكسب الماتش ده وداخله تجيب الميداليه، التايم بيخلص فجبتي ميداليه، ما انت قاعده بتفكري بعد الميداليه هتعملي ايه. لا ده ما خلصتش الميداليه. لا دي ضربه بخمسه. والواد لف مرتين بتاع النرويج، متهيألي الماتش الميداليه كان النرويج. لف لفتين، لو واحده كانت فلتت 5 في 5 10 نقط، خسرنا الماتش. هنحتفل بايه يعني؟ فاهمه؟ فكان راح كل حاجه. فانا كنت متفق مع سيف على طول، اخر دقيقه 30 ثانيه دول بتوع انا، مش بتوعك انت، مالكش دعوه بيهم خالص، ولا تقف تفكر ولا تعمل فيهم حاجه، انا اللي افكر. فهو بصراحه كان مركز معايا في الموضوع دوت، فربنا كرمه. هو سيف يعني ما شاء الله عليه من اللعيبه المحترمه ومن اللعيبه المجتهده جدا جدا يعني. انا اتكلمت مع سيف كتير قبل كده، هو يعني شخص انا بشوف ان هو very inspiring للشباب الصغير في التايكوندو. طبعا دينيا ملتزم، اخلاقيا ملتزم، مهذب جدا، دماغه حلوه، لاعب موهوب، لاعب بيشتغل على نفسه. فيعني ان شاء الله يبقى سيف معانا في حلقه قريب ويرجع بس من المعسكر. طيب كابتن، كواليس طوكيو، ايه اصعب موقف او لحظه عدت عليك في اولمبياد طوكيو؟ لما خسرت ماتش مكسيم، ماتش الروسي. اوكي. ليه؟ ماتش الروسي انا كنت كاتب انا وسيف في الحاجات اللي هتتعمل من الالف للياء، كل الماتشات. يعني ماتش ايطاليا هيتعمل فيه كده، وماتش اول ماتش كان استراليا اعتقد، تاني ماتش ايطاليا، تالت ماتش روسيا، رابع ماتش النرويج. فاحنا كنا عارفين البوله
احنا اللي بنعرفها يعني. المهم فماتش مكسيم دوت الروسي، بقول لك احنا قبليها كنا في روسيا ومعورينه في روسيا، فكنت مبسوط قوي، وهو كان راجع واثق في نفسه جدا. خلاص هو ضرب رقم واحد، ده كان جامد جدا ما بيتضربش، وهو ما ضربوش قبل كده وعورناه، فرايح يضرب اي حد. الحمد لله اول ماتش وتاني ماتش دوت كان بطل العالم واد بطل العالم، وبطل العالم ده ضرب الاول في اولمبياد اللي قبليها. بصي ده جايين بتاع ايطاليا دوت سيمون، كان بطل عالم في البطوله اللي قبل الاولمبياد، وضارب الاول بتاع اولمبياد اللي قبليه، فالحمد لله كسبناه، فماتش جامد. ماتش جيم طبعا. واللي بعديه مكسيم اللي هو بتاع روسيا، ماتش جامد. بس انا غلطه في الماتش ده، ان انا ما رجعتش مع سيف اللي يتعاون، وهو كان متحمس زياده على اللزوم، فتحمسه ده خلاه هو داخل عاوز يضربه. في ناس ينفع تتضرب، وفي ناس ينفع تكسبيها، ما ينفعش تتضرب. لا هو ما ينفعش يتضرب، هو ينفع تكسبيه. تكسب بس ما ينفعش ما لو تتعاركيش نضجت معاه. على لا تتعاركيش معاه، ليه يضحك على التاني. اه فدي غلطه انا غلطتها بقى. يعني لو سألنا حضرتك، لو عندك فرصة انك ترجع لطفل تغير فيها حاجة، هتبقى هي دي؟ هو دي اللحظة. اه طبعا. طيب احنا، يعني انا عارفة اجابة السؤال، بس خلينا بس نقول للناس تمام. احنا بيه كام. انا عارفة ان هم بيبقوا 4 كام واحد بيتأهل الأولمبياد؟ أربعة. بيبقوا ولدين وبنتين اتنين ولاد واتنين بنات. ولا يعني 4 وخلاص؟ 2 ولاد و2 بنات. لازم 2 ولاد. انتوا كده تبقوا متأهلين كتب. بالعلم. طب حضرتك كنت بتمرن في نادي الصيد في أولمبياد، اتأهل من الأربعة 3 لعيبة من اللي انت بتمرن، تحكي لنا كده كابتن عنه. ما كنتش بفكر فيها كده بصراحه. انا بفكر، بصي انا المكان اللي واقف بشتغل فيه هو ده المكان بتاعي، مش بفكر حاجه براها بصراحه يعني. اوكي. انا على طول كده، لو فكرتي زي ما بقول لك هتتشتتي، ومفيش حد هيسيبك في حالك اصلا، وكله بيهري، وكل واحد شايف هو قاعد على الكرسي ان هو جهبذ الرياضه في العالم، فما نشغلش بالنا، ولما نكسب ان شاء الله هبقى انا مبسوط وانتم مبسوطين كلكم، سلام عليكم وعليكم السلام وخلاص. اوكي. الموضوع مش صعب ولا حاجه والله. انا بريح دماغي من الناس عامه. فنادي الصيد على فكره نادي الصيد من النوادي اللي انا كنت مبسوط فيها جدا، وعملت فيها نتائج فظيعه. كل اللعيبه، اكتر اللعيبه كانت منتخب مصر كانت نادي الصيد، ده حقيقي. وفي الاولمبياد 3 من 4 لعبوا نادي الصيد. وانا اصلا رحت نادي الصيد كانوا هم هناك على فكره، مش انا اللي دخلتهم اصلا. اوكي. لكن بحر المتوسط، افريقيا، دورات، كل دول انا دخلت ناس كتير من النادي، والحمد لله كسبوا برضو عملوا. والنادي بصراحه عمره ما بخل عليا في حاجه، عمره. بالعكس ده انا كنت حاسس ان انا يعني احمد عز في النادي، اختلاف ان انا احلى. لكن فعلا ساعه اولمبياد عمل حاجات كنت مبسوط بيها جدا اوكي. جدا. مش حاجات ماديه عشان نكون واضحين، اكتر من ان انا كنت مبسوط معنويا ونفسيا كنت معنوياً. مرتاح. بالظبط. اوكي. طيب يا كابتن، لو اديتك كارت الفيديو ريبلاي وقلت لك عايزه 2 ليمون، هتفتكر بيها ايه الجمله دي؟ كوتش ده عامل حركه على الملعب. رامي فيديو، رامي كارت الفيديو ريبلاي. انت عارفه الفيديو ريبلاي دوت، الفيديو ريبلاي دوت حطوا الصوره دي على القانون الدولي في الاتحاد الدولي. انا واقف اعمل كده، تعرفي ان يا كابتن احنا مذاكرين كويس. ف كنت قاعد كنت عاوز اريح سيف، عاوز اقول له حاجه، فكان خلاص التايم بيخلص، فقلت اوقفه واريحه شويه، فرفعت فيديو ريبلاي، فالحكم جاي لي، الحكم عربي اوكي. مش مهم منين بس هو عربي. فبيقول لي عاوز ايه، فقلت له اي حاجه شايفها. فقال لي فرافيرو ما ينفعش نهزر في
في الموقف ما ينفعش نهزر هنا. قلت له ما بهزرش انا بتكلم بجد. اطلب لي اي حاجه. قال لي دول كلوب الليمون. ففضلنا واقفين هو واقف كده شويه ومادد ايده وانا واقف اعمل له كده وبعدين نتكلم. فهو مفتوح ما حدش عارف انا بقول ايه وانا موطي صوتي عشان الكاميرات كانت كتير فعلا. بس في الاخر والله مش فاكر، والله ما فاكر طلبت منه ايه او هو اللي راح اختار باين مش فاكر. بس كابتن اقول حاجه، الحاجه دي من المواقف اللي بتثبت المدرب عنده استعداد يعمل اي حاجه عشان خاطر مصلحه اللاعب بتاعه. يعني مثلا بس انا لو على الملعب وسامع المدرب بتاعي بيعمل انا هقعد اروح انسحب. انا خلاص يعني انا هكسب الماتش وانسى كل لا حاجه. بس انا ما بخليش اللعيبه تبقى قريبه من حاجات. الكلام ده. اوكي طيب، اول بطوله حياتي سافرتها كمدرب، منتخب حسيت ساعتها ان حضرتك جاهز او الفرقه اللي طالعه دي جاهزه، ولا كنتش حاسس ان الفرقه جاهزه ولسه؟ لا بصي هو عامه اصل البطولات الاوبن دي احنا بنطلعها كتدريب اوكي صح؟ انت فكرت ليه بتطلع طبعا كنا في بطولات طبعا كنا بنطلع الاوبن دي كلها تعتبر تدريب رسمي. فعشان كده الرياضه محتاجه مصاريف. زائد طبعا انك بتلمي نقط عشان الرانكينج لو مهمه عندكم، لكن هي مهمه عندنا ومهمه عندنا يعني مصر كلها. بكلمك عن مصريين يعني ساليني حاجات صعبه بس يعني خلينا بقى نتكلم. يلاش في مونتاج يا كابتن. في مونتاج، الحلقه هتطلع 5 دقايق. هضحكك والله العظيم، والله العظيم ده حبيت ده بيحصل. تلاقي نادي مثلا من النوادي قاعد يصفر العيال بتوع في الرانكينج و30 نقطه و20 يعني 50 نقطه. انت هتاخد 50 نقطه؟ معرفش والله ما يعرف ياخد 50 نقطه بالذات في البطولتين دول. انت هتعرف تاخد 50 نقطه مش تاخد. ما انت بتتكلم على ايه في ايه؟ صفروا ليه؟ ليه تدفع اهله الرقم ده اصلا؟ الفا طب اخدت 50 نقطه انت عارف هتبقى فين؟ لا انا مسافر والله ما يعرف. طب انت عارف هتحطه فين في البوله عشان هو هياخد ال 50 نقطه هيبقى معاه 50 بوينت تمام؟ انت عارف هتحط فين في البوله؟ لا والله ما بس يعرف. هم قالوا لي يسافروا والله عشان دي رانك عشان فيها نقط وفيها كنسيل عشان هي عشان تتحط فين في البوله مش عارف. طب يعرف تتحط هنا. طب انت عارف هتلاعب مين لما تتحط هنا؟ والله ما يعرف. طب عرف هيلاعب مين؟ طب انت لعبتهم قبل كده؟ لا. طب انت مرنت على اللي هيلاعبهم دول قبل كده؟ لا. ما انت مخلي اهله دافعين فلوس ليه؟ والله بقعد بضحك على الكلام اللي بسمعه على القهوه وحياة ربنا على قهوه النوادي. انت قاعد بتفكر انك تعمل ميداليه او ميداليتين في بطوله الجمهوريه، انت مالك بالحاجات اللي بره؟ وحياة ربنا والله. يعني انا لما بقعد مع اصحابي على القهوه بتوع التايكوندو ما بتكلمش في الرياضه، ما بحبش الكلام عن في الرياضه. كل واحد يا عم دماغه مريحه وخلاص. نتكلم في اي حاجه تانية، نغلس على اي حد، طلع حد على المسرح نقعد نهزر. مش في الرياضه خليه حاجه لطيفه لطيفه كده. هو فعلا يا كابتن انا من الحاجات اللي ملاحظاها في الفتره الاخيره في الرياضه عامه ان في حاجات كتير اتقلبت سبوبه. احنا بنطلع فلوس من ولي الامر عشان هو مش فاهم ومش عارف، ده حقيقي. بس هو واثق فيا، انا مدرب، انا بتكلم بمنتهى الثقه في توبيك معين عشان احسسه ان هو توبيك ده. اسالي كل اولياء اموري لما يجي يكلموني في الرياضه بقول له انا محمد مجدي مدرب منتخب مصر، عملت ميداليات بطولات عالم ميداليات اولمبيه صح؟ يقول لي صح. هقول له لو قلت لك اي حاجه تقدر تكذبني، تقدر تقول لي غلط؟ يقول لي لا طبعا. اقول له ممكن اشتغل، ممكن اضحك عليك. انت تشوف ابنك بيتنطط يبقى انا كويس، ابنك ما بيتنططش يبقى انا مش كويس. مش تتكلم معاه في الرياضه. انت يا فندم اخرك في الرياضه تجيب ابنك الصاله تقعد تلف في التراك تخلص تاخد ابنك وتروح. عاوز تبقى مبسوط ان ابنك بيلعب واقعد تتفرج عليه وهو قاعد. سالني في الرياضه هشتغل لك هضحك عليك، سالنيش. ايوه صح. بقى ما راح مرن النهارده تحول بدني انت عارف انت يعني ايه؟ روح يبقى يمشي في التراك. بس هي الجمله شكلها مكعلص فهي شكلها حاجه. ايه انا مره مشيت من النوادي بسبب الجمله دي. قاعد مع الكابتن حضرتك عامل لنا هيلي لولا، اعمل لكم ايه؟ يعني ايه اعمل لكم ايه لولا؟ يعني ايه البلان اللي حضرتك هتعمله؟ البلان انت تعرفي يعني ايه بلان اصلا؟ ولا انا قلت لك انت بامتياز تكلمي ليه في بلان انت؟ والله بسرعه حاجه غريبه وقعد اضحك. فطبعا كل الكلام ده واخدينه من اللي بيضحكوا عليهم من بره. والله حد قال له روح ازنقه كده اساله؟ لا مش ازنقه، مش ازنقه، هم بيتكلموا معاهم في البلان. اوكي.
فاهمه؟ متعودين بقى على طريقه الكلام دي. لا روح شوف المدربين الكلام ما حدش يتكلم روح شوف مدرب اهو. فيقولوا عليا معوج. والله انا ما معوج، انا ما بحبش الكلام مع حد في الرياضه، ايه اللي يساعد كده؟ لا صح حضرتك عندك حق. طب يا كابتن، دلوقتي حضرتك اكيد اتحطيت في موقف انك قبل ماتشات مثلا معينه لقيت ان اللاعب بتاعك مثلا جاله بانيك اتاك، كنت بتتعامل بقى مع الموقف ده ازاي؟ بعرف اهزر معاه. بتهزر معاه؟ اوكي، يعني مش بتتكلم معاه بس. طب ولو لقيته مش هو سامع؟ اصلا مش قادر يبص، يعني هو مش قادر يقف، هتكلم معاه في الرياضه في ايه؟ مش شرط هقول له اضرب ايه؟ والله بهزر معاه. اوكي. حاجات كتير بتنجح معاه انه فعلا بيعدي الموقف اللي هو بيفكر فيه. هضحكك مره، سيف كنا نازلين نلعب وقت كويس مش فاكر منين، بس انا كنت معتقد ما اعرفش انه من دول مش مسلمه. اوكي. تمام. اوكي. فسيف بيجي بالدين شويه. اه. هو سيف ده سب الرسول، مش هقول لك اكتر من كده. قالت له سب الرسول. ده بياكلوا بني ادمين. بعد ما خلصنا الماتش قال لي ده مسلم يا جدع. قلت ما قلتش انت هيك انت. تقول لي طب انا سايبك اقول لك بحسبك شحات ودخلت وقعدت تضرب. ما بتضربك ليه؟ يعني هو طلع عارف ان قبل ما ينزل عارفه لما اللعيبه عارفه كويس. طبعا. ما قلتليش يا ابني إنه قال لي ده مسلم. قلت له راجل قال لي والله ما مش ضربته. مش كسبت خلاص بقى. الله. طب كابتن، يعني زي ما حضرتك قلت في بطولات بتبقى كبيره طبعا قبل الاولمبياد، في بطولات بتبقى اوبن وفي جراند بري وفي الحاجات دي. هل التدريب اللي حضرتك بتمرنه للاولمبياد بيبقى نفس التدريب اللي بيتمرن الجراند بري؟ لا طبعا. بيبقى الاختلاف الاولمبياد انت عارفه بتمرني لمين، انت عارفه انت رايحه تلعبي مين، فانت رايحه بتمرني للاشخاص دي بس. لكن في البطولات العاديه انت بتمرني كل حاجه وتشوفي ايه اللي هينفع في الملعب، ايه اللي هينفع مع الشاسيه دوت او المخ دوت او الميزان دوت. فاهمه؟ طب مثلا يا كابتن، حضرتك مثلا حبيت انك تزود تكنيك معين او مهاره معينه عند لاعب، ممكن تغامر انك تجرب التكنيك ده في جراند بري، ولا برضو جراند بري بالنسبه لكم البطولات الكبيره اللي ما تحبش انك تجرب فيها حاجه؟ جراند بي حاجه كبيره طبعا، بس من كتر يعني من كتر اللعب فيها بقت بالنسبه لنا عاديه برضه. لكن هي عشان البوينت بتاعها كويس فبنحاول نحافظ عليها على قد ما نقدر. طب حضرتك دلوقتي مدير فني نادي سموحه، ايه الاختلاف ما بينه حضرتك مدير فني وما بينه حضرتك مدرب او مدرب جوه الجهاز؟ انا بتبسط في مدرب اكتر من مدير. انا لاحظت الموضوع ده في مدربين لو كتير لو ادوني نفس الفلوس اللي باخدها رئيس جهاز اوكي عندنا مره تنزل تمرن. اي فرق. اوكي، يعني ما بتجيش مثلا تقول لهم النهارده التمرين انا اللي همرن، او مثلا تمرينه كتير. انا لسه التمرين امبارح انا اللي مرن. اوكي. وبتحس ان في اقبال على التمرينه، ولا الناس بتبقى هايبه؟ ما بنزلش امرن كتير لسبب ساعات بعمل مشاكل للمدربين بتوع الصاله. عشان الناس تقعد تقارن التمرين. بالظبط، ودي مشكله. طبعا. طيب حضرتك دلوقتي مثلا عندك لعيبه كتير وما شاء الله، في دي اللعيبه زي ما كنا بنتكلم على سيف، وحضرتك انت مدرب منتخب مصر وحاليا مدير فني نادي سموحه. لما بتلاقي ان ولادك اللي انت مربيهم بيعملوا نتائج مبهره، ايه اول حاجه بتحس بيها؟ مش لعيبه بس على فكره، ومدربين كمان. يعني الحمد لله كل اللي اشتغل جنبي او انا مرنته او كان بيساعدني في تدريب، دول من احسن المدربين موجوده في مصر دلوقتي. ده فعليا فعلا ببقى قاعد مبسوط فوق وانا قاعد بتفرج جدا. مبسوط بيه ولا مبسوط بنفسك؟ بيهم. اوكي. مبسوط بيهم ان انا عيلي قاعده تضرب في الناس. اوكي. فاهمه؟ لكن بفكر بطريقه تانية برضو. الاول لما كنت اجيب مثلا، احنا عندنا 10 موازين في الفرق كلها، عندنا 10 موازين ما عدا الكبار بس اللي هم 8 موازين. كل المدربين جبايزه ما شاء الله بتاعت مبارية العالم دي. فتيجي في الاخر تلاقيه اللي يعمل الميداليتين ذهب او 3 ميداليات ده بيعمل الاول. انا لما كنت بعمل 5 ذهب في مصر كنت بحس ان انا خسران. بصي الفرق التفكير. فكل مصر دلوقتي اللي يجيب 2 دهب بيبقى اول جمهوريه بترتيب عام. اوكي. فحسيت ان الناس ما بقتش. وحاجه تانية بلاحظها، انا كنت بحب اعمل كده كتير. حاجه تانية بلاحظها، منتخب مصر بيتغير كل قد ايه.
كلاعيبه اه انا مش عارفه الريت عندكم بيعمل ازاي، بس احنا عندنا لا يعني كنا تصفيات كل سنه. التصفيات الاساسيه بتبقى كل سنه، بس بيبقى عندنا تصفيات داخليه على طول. او ده كان السيستم اللي محطوط منكم يا متعب زي عندنا برضه. كام واحد من بره بيخش جوه؟ مش كتير. صح؟ يبقى المدربين بتاع بره تعمل ايه؟ ولا حاجه. ما بعملش جوز مغالط. مدربين صح. ايه يا فندم من الورق بعد اذنك. قول لي يا كابتن ايه، او مين اكتر شخص انت بترتاح له بعيدا عن الرياضه، تحب تتكلم معاه، تحب تقعد معاه؟ كانت مامتي طبعا، بابايا الله يرحمهم. دلوقتي بيتي يعني بنتي ومراتي. اكتر حد يعني بتحب تقعد معاه بنوتك بتحس؟ انا بعد ما خلفت، عشان انا متجوز كبير، اوكي. فانا بعد ما خلفت بقيت احب اقعد في البيت كتير، اوكي. بالذات مع بنتي يعني. بتحس بايه يا كابتن بعيدا بقى عن الرياضه، ان دماغي ما بتفكرش في اي حاجه غير اللي انا غير ان فيه. انت تتبسط باللحظه دي؟ طب احنا سمعنا منك كذا مره انك بتقول انك تقريبا سافرت معظم بلاد العالم. ايه اكتر بلد سافرتها حبيتها، واكتر بلد كرهتها؟ ما دي برضو بتفرق، مش بتفرق من دماغي لدماغك، وبتفرق في المواقف اللي حصلت لك هناك. اكيد. يعني كل الناس بتحب باريس، صح؟ لا انا ماليش فيها قوي بصراحه، يعني عادي. وانا عادي. انا لغايه مثلا كام بطوله كده ليا ما كنت بحبها جدا، لكن بعد كام حاجه كده حسيت ان هي غلسه معانا، فاهم؟ اوكي. ما بقتش احبها، يعني بقيت عادي بالنسبه لي. لكن انا محمد اي حاجه فيها رمله وبحر انا بحبها. رمله وبحر ايا كانت بقى هي. البانيا مثلا، بموت في البانيا. اوكي. مونتينيجرو. رجله خطيره. في بلد في ايطاليا رحتها فسحه يعني، بس مش فاكر اسمها ايه بصراحه، كلها بحر كده برضه. هقول لك، بس احنا كان عندنا فيها بطوله ميلانو. لا، مش ميلانو، ما هي روما ميلانو. هي حته كده بس تحفه تحفه يعني. اوكي. فانا اي حاجه فيها رمله وبحر بحبها جدا جدا. اوكي. بحس ان انا دماغي رايقه كده رايقة. اه. يعني حضرتك كائن بيحب يقعد على البحر اه اكتر. جدا. انا طول عمري اقول ان شاء الله لما اطلع معاش او اكبر في الصيف اجيب كلبين قبل ما اتجوز. اوكي. اجيب كلبين واروح اقعد في الساحل وافضل عايش هناك، هناك. مش عايز حد يضايقني ولا اتضايق. كلبين يتعاملوا مع اي بشر وانا اتعامل قاعد معاهم. على البحر انا ماليش دعوه. اه، يجيبوا لي دليفري بتاع، يجيبوا لي شخص مضايقني يروح يجيبوه يجي، واحنا قاعدين ما حدش دعوه بيا. روح هات لي ده خد لي ده بحب ساعه. الحاجات دي قوي. اوكي. طيب عرفنا برضو انك بتحب البراندات، تحب تشتري حاجات مش براندات. البراندات الكبيره قوي يعني. يعني ما حدش بقى معاه فلوس عشان يجيب براندات كبيره، لو بنقبض نجيب يعني براندات. بالنسبه اللي انا بلبسه ده ما يعتبرش براندات، ده العادي اه. طب ايه اكتر حاجه بتحب تشتريها اكتر، الساعات ولا نظارات يعني ساعات؟ مش عاوز اقول الجمله الاولانيه، بس انا كنت حاسس ان وانا صغير كنت ماشي حافي. اوكي. انا ممكن كل دوله اشتري جزمتين ثلاثه. اوكي جزم. معرفش ايه جزم، يعني بموت في الجزم، اوكي. زي الجزمه البيضاء البيت. طب يا كابتن دي بتتوسخ، دي اسرع حاجات بتتوسخ. لو في مصر ها. طبعا فانا بحب الجزم البيضاء جدا. طيب قول لنا على اغلى حاجه اشتريتها من بره، كنت حاسس ان انت دافع ثروه بقى، ولا بلاش عشان العين ولا إيه؟ لا مش محتاجه والله، ده اصل صريح جدا في الحاجات دي اصلا. فانا ما اعتقدش ان انا جبت حاجه بارقام كبيره يعني، غير التليفونات مثلا. اوكي. انا التليفونات دلوقتي متهيألي مفيش حاجه اغلى من التليفونات جبتها اعتقد يعني. بالاعضاء. اه. طب احكي لنا يا كابتن على اغرب موقف حصل لك في بطوله، لا مع لاعب مع مره كنت طالع من الملعب بطف دم. بتف دم. ده ضغطك عالي؟ لا بالزعيق، اعذري. اوكي. كنت اتخضيت. اتخضيت من انت بتجيب، يعني انت بتجيب دم، مش خضيت انت بتجيب بتزعق؟ اتخضيت ان في دم. ايه الدم من الهبل ده؟ لا مرعب اي لا وانا اصلا بزعق كتير عادي. لا ممكن ما اكونش زعقت بقالي فتره وزعقت المره دي جامد، فزوري جه اعتقد بقى، عشان الحمد لله مش حاجه بعد يعني. لا يعني فاتخضيت صغير. طب احكي لنا على موقف تاني غريب انتوا يا كابتن عملته غير اتنين لما لما تقولي مكتوب عندك ايه؟ لا مش مكتوب، انا مكتوب عندي السؤال. ده يا كابتن بقى عكس الكلام ساعتها. ايه السؤال؟ قول لنا على موقف تاني غريب عملته غير عايز اتنين ليمون.
موقف تاني يا ريت. وانا بلعب ولا وانا مدرب؟ الاثنين. وانا بلعب مره من نطيت من بلكونه لبلكونه وانا لافف في وشي بكلينكس. ده بره التمرين، بره البطوله. انت كنت رايح بطولة. كنت رايح بطوله ونطيت من بلكونه لبلكونه. طب ليه كده؟ ليه؟ مش مهم، لكن هو ده اللي حصل. ده موقف غريب. حد يعمل كده علينا، عملت ده كده. موقف مريب. انا فهمت البرازيل جايه منين. مرة تانية كنا وانا بلعب برضه، كنا قاعدين في فيلا، اوكي فاعتقد مش متأكد بس اعتقد كنا في ايطاليا. اوكي. فكنا قاعدين في فيلا، فكانت صاحبة المكان ست عجوزة، فكانت على طول قافلة المطبخ بإقفال، اوكي كل الدواليب بإقفال، اوكي. كل الإقفال دي كانت بتتكسر بالليل، جعانين بالليل بنجوع، وهي طب ما هي قافلة عشان تبيع يعني، هي اللي تعمل لنا، لما تعمل لناش احنا نعرف نعمل اي حاجة على فكرة، وانتوا زينا ايطاليين، احنا ايطاليين برضه بنعرف كل حاجة. هربح سباكيتي اللي ما فكنا بتعملها بالكساره مش دي. صعبة والله. زي مكرونة في المية شوية زيت بقت خلاص مكرونة. الموضوع خلص. ايه لينا. طب ايه البلد اللي رحتها حسيت ان انت اتعلمت منها حاجه جديده؟ في التدريب يعني او في الشخصيه. كل الدول دي اتعلمت، كل الدول اتعلمت منها. والشخصيات بتفرق من انت عندك كام سنة دلوقتي، يعني تأثر فيكي. وانا صغير ما كنتش مفكر كده خالص، ما ايه دي اثر فيها، مش حاجه تاثر فيها. لما كبرت في السن، يعني اعتقد بعد ال 35 بعد ال 38 او ال 40، لا حسيت ان في حاجات كتير الواحد ما كانش شايفها وبقى يشوفها كويس. اوكي ممكن نبدا بحاجه او رياضي، رياضي. كوره، كوره. نادي النصر. لا. نادي النصر كله بيلعب. لا بيلعب في نادي النصر. لا انا هسأل كله ورا بعض ولا اسال؟ خليك اسال لحد ما نوصل زي ما انت عاوزة. للعبة، ولا لا اسال كابتن لحد ما نوصل لا سؤال عشان ممكن ما اوصلوش في الاخر. يعني توصل ان شاء الله. طيب هسال انا، ده رياضي؟ لا. ممثل؟ اه. قديم؟ اه. كوميدي؟ اه. سمير غانم؟ لا. طيب حضرتك اسال بقى. احنا قلنا كورة صح؟ كوره. ارجنتيني. ارجنتيني يا جماعه. ارجنتيني ما اعرفش. ما اعرف دي معلومه مش عندي، بس انا ارجنتيني. ارجنتيني. اه ميسي. ميسي صح. ارجنتيني. يا جماعه بس استني ليه استني. انا هشيل فيها طلع كارت تاني. ليه؟ انا لسه اوكي. لسه مش تعرفيه؟ ايوه صح. عشان يبقى 1-0. طيب احنا قلنا طب ايه، عادل امام؟ انت شفتيه؟ لا والله لا، بس هو لا قديم. شفتيه، ما انت لا والله. حاطين، انت حاطين لغايه انا ايه؟ عملت كده. عادل امام. بار ارجع. البارة. كابتن غير لك كارت. غيرنا لك انت. وغيرت لي انا جوال الكارت، فممكن تبدا تسال. ممثل. يعني ممثلة او ممثل؟ ليه ممثلة؟ مش عارفه، حسيتها متحيزه للستات. مش في عارفه الحالتين هو ممثل ولا لا؟ ماشي مثلا. ممثل. ممثل. انت قلتي لا عندي. انا قلت ممثل. ممثلة. كوميديان. اكشن اكتر. احنا قلنا هنا ممثل صح؟ اكشن. لا. ماشي. اكشن يبقى مش كويس، يبقى كوميدي، يعني كنت هتسالي كده. ده سؤال. يبقى كده ليه سؤالين، اتفضلي. ماشي. كوميدي. تمام. قصير. لا خالص. لا خالص. خالص. شنب. مش انا. العوضي. لا لا مش العوض. طيب ده راجل ولا ست؟ راجل. قصير؟ اه. محمد هنيدي؟ لا. اطول منه شويه. اظن احمد حلمي. لا انا فاهم ان نبيل ممثل عندك بشنب وطويل واكشن. وطويل واكشن. مشهور قوي. عينيه ملونه. امور. امور. مثل في فيلم اسكندريه.
ملاك اسكندريه ولا لا اسكندريه؟ مش ملاك اسكندريه، اسمه كرموز. ايوه، حرب كرموز. اسمه كرارة. ايوه هي كرارة. مظبوط. مظبوط. كابتن، اخر كارت معانا، فممكن تبدا تسكت. ممثل. هو ممثل بس هو بيغني اكتر. رياضي. لا انا. اه. بيغني اكتر شعبي. لا. آه، ممثل. لا انا صعب عليك. انا ماتي. آه. اوكي. احنا قلنا بيغني ومش شعب، لا. شعبي لا. بيغني شعبي لا. تسعيناتي. ليه في التسعينات مش قبل كده ولا يعني تمانينات؟ كله يعني. يعني ايه كله؟ يعني تسعينات ودلوقتي وكله. لا ما انا بتكلم بدائي يعني. بدايته متهيألي تسعينات. تسعينات تمانينات. أزهر 94 معرفش كان بيغني قبل كده. خلاص تمام. عايزين معلومة دي مهمة بالنسبة لي. مش قلنا حد تمانينات يا جماعة. ايه طيب احنا قلنا مش ممثل ومش رياضي. أو مغني. مغني. حماقي. لا سمعنا حميد. مش عارف بحبه. بحبه ونفسي يجي فرحي قوي. يا انتاج. بيغني ايه؟ يعني بيغني أنهي سكة في الغنى بتاعه؟ كله بس مش شعب. الشعبي. لا. طب أول حرف. عيني يا عبعال. عمرو دياب. كانت زي اللعيبة وأنا أروح. طب مش عارف، طب انا ده قديم ولا جديد؟ طيب مغني قديم ولا جديد؟ جديد. جديد. شعبي. حمو بيكا. طبعا. كابتن حضرتك نورتني وشرفتني، ويعني اتمنى ان الناس كتير تكون استفادت من كلام كتير حضرتك قلته. اتبسطت جدا اني معاكم وشرف ليا. شكرا كابتن وميرسي لوجودك معانا النهارده. خلصت حلقتنا النهارده مع مدرب كبير، استنونا الحلقه الجايه مع نجم جديد.